السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد بوم عن طريقة تصليح المساعدين بحقنة ب 3 جنيه من الصيدلية. أخليك ترجع مساعد عربيتك بضغط الهواء والزيت جديد نوفي بتاريخ 13/11/2024. طبعا زي ما انتم شايفين احنا معانا مساعد اهو. المساعد ده قلب بتاع لانوس. طبعا انا بختصر عليك الفيديو. المساعد طبعا كان عامل زي ده، الاثنين كانوا ضاربين زيت، ما فيهوش ضغط الهواء والزيت. طبعا بتبتدي، تعالى قرب هنا كده علشان تبتدي تشغل اول زيت. بتبتدي ان انت زي ما انتم شايفين، طبعا احنا جايبين سرنجات كتير. طبعا الفيديو ده علشان اعمله لكم يا جماعه بكرره اكتر من 5 6 مرات عشان اقدر اطلعه لكم بافضل حال. طبعا بجيب زيت هيدروليك زي ما انتم شايفين كده اهو، بجيب زيت هيدروليك وببتدي ان انا اشفط الايه الزيت بالشكل ده، وببتدي ان انا اخش زي ما انتم شايفين. دي سرنجات مشترينها جديده عشان تعرفوا اللي احنا عشان اعمل لك فيديو زي كده بكلفه. بجيب زيت وزي ما انتم شايفين الزيت مدلوق وسرنجات كتير جدا. وبجيب الايه بجيب بجيب الحقنه طبعا زي ما انتم شايفين كده الابره اهو، وببتدي ان انا احطها هنا مثلا. تعالى قرب هنا. وببتدي ان انا ابيتها عندي الأولسي زي ما انتم شايفين كده اهو الأولسي. وببتدي ان انا اضغط الزيت واحده واحده لغايه لما الزيت ينزل كله فين، ينزل كله في زي ما انتم شايفين اهو. ده جابت معاك زيت شويه. احاول ان انا ابيت احاول ان انا ابيت الابره على قد ما اقدر في مكان الأولسي من جوه اهو. زي ما انتم شايفين كده الابره بدات تبات. وبعد كده بضغط الزيت كده كله، بيبتدي الزيت ينزل جوه جوه الأولسي من جوه اهو. طبعا انتوا شفتوا الفيديو في الاول، شفتوا المساعد ولا بيطلع ولا بينزل اهو. ببتدي ان انا اضغط الزيت كله على قد ما بقدر. طبعا انا الفيديو مختصره ليه؟ لان انا عبيت المساعد ده زيت علشان اقدر اوفر عليكم وقت، لان الفيديو ده رابع فيديو اعمله او خامس فيديو عشان اطلع لكم في اقل وقت وفي نفس الوقت بافضل شرح اهو زي ما انتم شايفين. يبتدي الزيت كله بدأ يقل اهو. طبعا الزيت تقيل والسرنجه طبعا انتوا عارفين السرنجه الفتحه بتاعتها ضيقه اهو. ببتدي ان انا احط زيت واحده واحده واجرب. مثلا اطلع المساعد دلوقتي واشوفه مثلا محتاج تاني. يعني مثلا انا المساعد ده مديله 4 سرنجات او 5 سرنجات اهو. طبعا الزيت تقيل. ببتدي زي ما انتوا شايفين كده مثلا بجرب اشوف المساعد هنا كده. معايا المساعد ضغطه ضغط الزيت بتاعه شغال تمام. ببتدي ان انا بقى عشان اشغله ضغط هوا اهو. بجيب الابره تاني ببيتها مطرح ما انا نفس القصه برضك اهو. بس بحاول انا ابيتها على قد ما اقدر ابيتها اكبر مسافه جوه الألسين. هبيتها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده طبعا بيتنا الابره للاخر. وبعد كده ببتدي ان انا ادخل الهواء في الابره. الهواء في الابره زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا كده يا باشا شغلت شغلت مساعد بالاثنين، ضغط الهواء ضغط الزيت، ضغط الهواء ضغط الزيت. انا لما بغيب ما بغيبش كده اونطه، انا بغيب علشان افنن وارسم واخطط. عشان انا شغلتي مش شغله مش شغله عيال، دي شغله شغله مزاج. انا بعمل لك فيديو ورب الكم هتلاقي حد على اليوتيوب بيعمل لك الكلام ده. مش هتلاقي حد على اليوتيوب. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ممكن كمان اشغل لكم ده اهو. ده كمان ممكن اشغله لكم بضغط. طبعا ده كده بايظ. انا ممكن ادخل لك الابره هنا كده اهو زي ما انتم شايفين. بس هي القصه كلها في في تبييت الابره. بيت الابره صح في ضغط الهواء بالذات، في ضغط الهواء بالذات. يعني مثلا بصوا هنا الابره صدى، لازم الابره تخش جوه، لازم تخش جوه.
لازم تخش الاخيره علشان لما تيجي تضغط الهواء، عشان لما تيجي تضغط الهواء ما ايه، ما الهواء ما يطلعش تاني، الهواء ما يطلعش تاني. هي دي اهم حاجه في فكره التصليح المساعد بضغط الهواء والزيت. هبايه الابره صح تحت، هتفضل تلفها كده او تحركها شمال ويمين لغايه لما تلاقي الابره باتت لاخرها، تبتدي اللي انت تضغط الايه، تضغط الزيت، وبعد كده تبتدي اللي انت تضغط الهواء زي ما انتم شايفين كده اهو بفضل الله. المساعد الاول ما كانش بينزل ولا بيطلع. وطبعا بص بردك عشان في ناس هتيجي تقول لك ايه ده المساعد الأولسي، لا انا بضرب لك الابره في ما بين الشفه بتاعت الأولسي وما بين الاكس. هبتدي اللي انت هتضغط زيت زي ما انت شايف كده. المساعد بفضل الله اشتغل ضغط هواء واشتغل ضغط زيت، وده ممكن يمشيك لفتره طويله. لما اقول لك اللي انا بابا المجال قول لي حاضر يا ايه يا خال، لما اقول لك اللي انا بابا المجال قول لي حاضر يا خال. انا بوفر لك مساعدين بس يا جماعه علشان برضك ما حدش يجي يقول لي لا انا هجيب لك المساعدين تعملها، لا هي الفكره المساعد اهو والحقنه اهي. بص تعالى قلت لك اهو في اول الفيديو علشان اقدر اعمل لك فيديو ده 5 6 محاولات. طبعا ابره بتتكسر زي ما انتم شايفين كده، الابره بتتكسر وجرب مره واثنين وثلاثه. بصوا ادي ابره اتكسرت اهي، ادي ابره اتكسرت وادي الثانيه. كل دي ابر بتبتدي اللي انت ايه تتكسر مني وانا بشتغل. انا ما بعملكش فيديو في الخمس دقايق والست دقايق اللي انت بتشوفهم دول، لا ده الفيديو ده انا بقى اكتر من ساعه، اكتر من ساعه بعمل في الايه في الفيديو. علشان كده بقول لك ما تبخلش عليا بلايك ولا تبخل عليا بشير. انا بقدم لك معلومه واقسم بالله ما هتشوفها في حد ولا حد هيعملها على اليوتيوب. اعملوا لنا لايك يا جماعه، اعملوا لنا شير يا جماعه، بتحايل عليكم وانا بقدم لكم معلومه ببلاش، بقدم لك معلومه ببلاش. لما انا اقول لك اللي انا بابا المجال قول لي حاضر يا خال. شكرا لكم في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين. حبيت ارجع لكم بالفيديو اللي انا كنت عايز اعمل لكم الفكره دي. يعني المساعد ده طبعا ده المساعد اللي احنا عملناه اهو زي ما انتم شايفين اهو. ده المساعد اللي هو ايه الثاني اللي هو كان مرمي، اللي هو انا قلت لكم اهو زي ما انتم شايفين اهو. مفيش ايه، بص زي ما اقفل النفس ده، بصوا هنا ايه، اسمعوا هنا الصوت، فضي الهواء اللي في المسدس. بصوا ده الهواء اللي هو جوه الايه، جوه المساعد زي ما انتم شايفين كده، ولا بيطلع ولا بينزل. هوريكم بقى ضغط الهواء. طبعا انا تعالى هنا كده، تعالى قرب زي ما انتم شايفين انا بيت الايه، بيت الابره لايه لاخرها. هات يا باشا الهواء، يلا ابعد ابعد ابعد. ادي الهواء اهو، يلا هوبا. بص ضربتين في الايه، ضربتين في الهواء اهو. يلا بسم الله، يلا يا باشا. لما اقول لك اللي انا بابا المجال تاني قول له حاضر يا ايه يا خال اهو اهو. طبعا ده كده مساعد، ده المساعدين انا بعمل عليها ده يا جماعه مساعدين كده في الاساس بايظين. انا بعمل لكم تجربه على ايه، على مساعد. انت لو انت عايز تعمل الكلام ده اهم حاجه ما يكونش عندك الاولسي معرق زيت، معرق زيت هيعيش معاك حلو. ولو انت عندك المساعد بتاعك شغال ضغط هواء بس، ضغط زيت بس، ممكن تشغله بضغط الايه، ضغط الهواء والايه والزيت. بعد اذنك اعمل لي لايك وشير للفيديو. شكرا ليكم في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين.